بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. ايه تسعير ريلمي بتاع امبارح ده؟ كلنا شفنا تسعير ريلمي، ولو رجعت من شهرين بس او فيديوهات الترشيحات اخر 3 شهور لمحمد مصطفى هتشوف كنت برشح لك ايه. اخر فيديو عملناه امتى؟ اول الشهر ده. قلت لك هات ايه؟ هسيب لك لينك الفيديو. قلت لك هات سامسونج اس 25 الترا ب 48000 ما تدفعلوش الضريبه. حصل؟ قول لي يا حصل. فيديوهات الترشيحات اللي قبلها كنا بنرشح سامسونج اس 24 الترا متبرشم ضمان محلي ب 40000، وقلت لك هاته. اللي جابه شكرني وانبسط بيه. انا ببقى عارف السوق رايح فين من فضل الله، ربنا بينور لي كده وبقول لك السوق رايح في حته معينه اشتري. الناس بقى اللي اشترت الريلمي 15 والريلمي 15 برو من اول الشهر ده ب 18000 وب 20000 وب 26000 العاديه والبرو انبسطوا جدا. شفت التسعير بتاع ريلمي 16 امبارح؟ معالج دايمنستي 6400 ماكس ضحك وتربو ضحك و7300 ماكس بكام؟ 21000 28000. والبرو بلس حضرتك نازل بكام؟ نازل ب 40000 جنيه ب 7 جين 4. عارف لو نازل لك مثلا سي بمعالج 8 جين 1 او بلس جين 3 اللي هو بيلعب في 2 مليون نقطه كنت قلت لك ماشي، لكن 7 جين 4 المفروض الجهاز ده كان ينزل ب 20000 وملبسينك كحدوته المغنيه والتسويق الذكي وهدايا وموصلك 40000. ادي دقني لو عرفتوا تبيعوا جهاز واحد. كوميديا سودا بواقي تصدير بسعر الترا الجاحد. دلوقتي عندك فرصه النهارده ان انت تشتري سامسونج اس 25 الترا ضمان محلي ب 48000. الاولى. الثانيه، ناس كتير جدا سالتني في الفتره الاخيره على تكنو كومن 50 الترا نشتري ولا لا عشان سعره في السعوديه كويس وهو حلو ولا لا. انا هجاوبك برضو في السؤال ده، هنخلي سلسله الريلمي في الاخر. ناس كتير جدا برضو سالتني اهرب دلوقتي واشتري الهونر وين ار تي ولا اشتري ون بلس اس 6 ولا ون بلس 15 ولا الاجهزه دي تستحق فعلا بعد التهريج ده ولا لا يا محمد يا مصطفى؟ فاهمان فنان بحبك في الله. اسمع كلامي، اللي سمع كلامي انبسط جدا. استلمت الريلمي 15 ده بالك دلوقتي قاعد بتشرب شاي بالياسمين وما هو على حالك. الموتورولا ايدج 60 برو خلص، سامسونج ام 55 خلص، سي ام اف نوثينج بول خلص، سكاي لاين اتش ام دي خلص. والمشكله ان بوزة ستور كان بيقول لك ايه وحليمو ستور موبايلات عينه ملهاش هويه. دي ملهاش هويه وخلصت. امال الموبايلات اللي انت بتبيعها في الستور الحمضاني اللي تحت السلم يا حليمو دي كويسه؟ واخد محل في مول تعبان تحت السلم والناس بلاويك عندي. بلاش تروح تضحك على الناس وتقول لهم الدايمنستي احلى من سناب دراجون ومش عارف ايه وده قصاد ده. واحد دخل في الكومنتات ادالك وانا معلمه من مدرسه محمد مصطفى قال لك ايه؟ قال لك طب الدايمنستي هيديني 8350 اداء ثابت كام؟ متجيش بقى تشتغلوا وتقول لهم اللي بيسرح بيكوا ومش اللي بيسرح بيكوا. اسف للمقدمه بس كل ده خيوط مربوطه ببعضها عشان اوعيك انت واقول لك ان هم بينصبوا عليك رسمي وبثبت لك في كل فيديو. الداتا بتاعتك عندي حليمه، ما تروحش تعيشها تمام عشان الجروبات كلها بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي في اللي انا فاتحها وفي اللي انا خافيها مني. خش عندي مثبت لك الجروبات كلها فبلاويك بتجيلي. بلاش تعيشها. لايكك وفولو صلى على النبي بحبك في الله. هات لو الشاي بتاعك وتعالى كتير. خلينا نتكلم عن تكنو كومن 50 الترا. ده سعره في السعوديه كويس وسعره في الامارات كويس وسعره في كل الدول $400. تشتري بقى ولا لا؟ لا الحقيقه اللي تكنو في السنين اللي فاتت بتقدم فاليو مرعبه، قيمه عاليه مقابل سعر. يعني لما تيجي تسالني كمحمد مصطفى اقول لك الريلمي 16 يا اسطى نازل لك بمعالج ضحك بكام؟ ب 22000 جنيه مصر. ده نازل لك بره ب 20000 جنيه وهينزل ان شاء الله السوق المحلي في رينج ال 21000 جنيه 22000 جنيه نفس سعره. هيبيع وهيضيع. تكنو كمان 50 الترا موجود في السعوديه عليه عرض جامد ومعاه سماعه ومعاه ساعه ودلع. الناس قالت لي تشتري ولا لا؟ الموبايل ده بيقدم طبقتين حمايه تحفه. اي بي ريت 68 69 كي، طبقه حمايه عسكريه 810 و7 اي، خطين نانو سيم وخطين اي سيم، ظهر زجاج بفريم تحفه بتصميم اروع ما يكون. تحس ان انت ماسك موبايل الترا فعلا وفلاج شيب. الشاشه اموليد 144 هرتز اتش دي ار 10 بلس اتش دي ار الترا ايمج سبورت وفيها فليكرنج بيحمي عينك 2160 هرتز. اللي بالسعر ده بيديك الامكانيات دي. المعالج بقى تحفه دايمنستي 7400 التيميت بكام؟ ب 256 جيجا رام 8 سرعه النقل اوف اس 2.2 بكام يا اسطى؟ ب 22000 جنيه. مش ماكس بيصور معاك كاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل وكاميرا الترا 8 ميجا بكسل واساسيه 50 ميجا بكسل، مستشعر سوني لايتا ممتاز بتصوير 4K وكاميرا اماميه 50 ميجا بكسل بتصور 4K.
بطاريه 6000 ملي امبير، 6200 ملي امبير، شحن سريع 45 واط، شاشه تصميم شياكه. تكنو السنين اللي فاتت بتبدع وبتقدم فاليو مرعبه مقابل سعر. سيبك بقى من اسم تكنو، سامسونج، هواوي، ايفون، اي شركه بتنزل امكانيات كويسه بتبيع. طب ده الجهاز ده زي ما التكنو كومن 14 برو دلوقتي سعره في رينج 18000 جنيه في مصر، والبرو بلس حقق، وانفينكس نوت 50 برو بلس السنه اللي فاتت حقق، الجهاز ده هيقدم وهيحقق نسبه بيع مع التهريج ومع الضحك مرعبه بالسعر ده. تشتري ولا لا؟ اقول لك محمد مصطفى بيقول لك اشتري. تقييمي ليه 1,000,000 على كام؟ على 22000 جنيه. الجهاز الاولاني تكنو كومن 50. الجهاز اللي بعد كده هونر وين ار تي. الجهاز ده اليومين دول سعره من 30 ل 35000 جنيه. طب تشتري ولا لا يا محمد يا مصطفى؟ اقول لك قاعده محمد مصطفى اعلى حاجه في كل حاجه بتخسر اي حاجه. ليه؟ هونر مديك بطاريه 10000 ملي امبير، شحن سريع 100 واط. حصل اول حاجه مع ضغط البطاريه والشحن، مع اول سنه الموبايل ده بطاريته هتنزل ل 7500 ملي امبير، تاني سنه هتنزل ل 5000 ملي امبير، بعد ثالث سنه زي ما قلت لك على الرينو 14 هيضحك وكنت بتضحك. الرينو 14 بيسخن وهيسخن وبطاريته هتبوظ بسرعه، وكنت انت بتضحك من سنتين ثلاثه ورجعت اعتذرت قلت لي انا اسف وكلامك صح وبعت الجهاز. صح ولا غلط؟ الداتا موجوده عندي، انا ما بمسحش اي حاجه. قول لي اصل هطلع لك المستند. الجهاز ده عمره الافتراضي من 4 سنين بالظبط، من 3 ل 4. الجهاز ده بيقدم اعلى حاجه في كل حاجه، بس مش عمر افتراضي ثابت. ما هو بيدي بلوتوث 6، واي فاي 7، صوت ستيريو، بطاريه ممتازه، معالج 8 اليت، سرعه النقل في اس 4.1، شاشه ممتازه ممتازه. الشاشه وخدها بقى مني عشان اقول لك ان هو اعلى في كل حاجه، وعلى الله ان شاء الله مفيش حاجه اسمها فليكرنج بيحمي عينك 6000 هرتز. ده رقم. البيك برايتنس 6000 نتس مش فعلي، كداب. تخيل بقى مفيش حاجه اسمها 6000 هرتز فليكرنج بيحمي عينك. اعلى حاجه من اللي هم السويسريين اللي بيعملوا اختبارات والكلام ده امين على العين بكام؟ 4600 هرتز موجود في الماجيك 8 برو. يبقى انت ما تروحش تسرح بيا وتقول لي 6000 هرتز فليكرنج، ما تروحش تسرح بيا وتقول لي الشاشه 185 هرتز، لان الماكس 120 هرتز. مفيش تحديث نزل ل 144 هرتز. سامسونج الترا بكام؟ 26 الترا بلاش. فيفو الترا بكام؟ بينزلوا اعلى حاجه. اوبو الترا بكام؟ 144 هرتز اعلى حاجه. فما تجيش انت تقول لي 165 هرتز و 185 هرتز. ده ارقام على ورق. ده النهارده الترا بينزل له تحديث عشان خاطر يلعب 120 فريم، 120 هرتز ثابت. الشاشه في السكرولنج لما بييجوا يعملوها بره، لو انت بقى متابع منصات عالميه، يقول لك الشاشه بتنزل على 90 هرتز وبتطلع ل 120 هرتز على الترا وعلى ايفون وعلى جوجل بيكسل وعلى الاوبو اللي هم ملوك البراندات. الجهاز ده تجربته ممتازه للي عايز اعلى حاجه في كل حاجه. ده عمره الافتراضي من 3 ل 4 سنين. تقييمي ليه؟ على السعر دلوقتي وعلى التهريج اللي بيحصل دلوقتي 10 من 10. طب انا عايز حاجه بريميوم 100 من 10، هخليني في الوان بلس اس 6 او ال 6 تي، هيديني تجربه مرضيه. او وان بلس 15 يعني. وان بلس 15 فلاج شيب متكامل بسعر تحفه. يبقى 6 تي وان بلس 15 البدائل بتاعته هيدوني دول كام؟ 1,000,000 من 10 ب 8 اليت بسوفت وير وان بلس بحاجات مش امكانيات عاليه قوي بس مقبوله، بس عمر افتراضي اعلى. وان بلس النهارده في ناس لسه جايبه الموبايل من 7 8 سنين. هتعرف معنى كلامي اللي انا بقول لك على هونر وين ار تي ده مش دلوقتي، السنه الجايه زي دلوقتي ان شاء الله. لما ما هي نتائج، همشي من هنا لهنا اوصل من هنا لهنا، همشي من هنا لهنا اوصل من هنا لهنا. انا ما بعملش حاجه غير انا بقول لك الصراحه، فاللي انا بقوله بيتحقق. وانت مجربني في السنين اللي فاتت، صح ولا غلط؟ نتكلم بقى على سلسله الريلمي ضحك، نسخه 22000 جنيه ضحك، وخليك في الريلمي 15. هم عاملين كده عارف ليه؟ تيم تسويق ناصح، والسنين بيشغلوا دماغهم على المصريين. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا معايا خطه ان انت تبيع الموبايل اللي انت نزلته امبارح ب 40000، تبيعه هنا ب 25000 جنيه وتبقى كسبان 5000 جنيه. يعني انت مهدر ضعف سعره. لما تعترف ان انت بتنصب، وتعترف ان انت كتيم نصاب وكتيم بتشغل دماغك وبتصرف كتير عشان تجيب اكتر وما بقتش تجيب اكتر، والاسلوب ده زي ما كل حاجه بقولها بتتحقق ما بقاش ياكل مع الناس. يعني انا ممكن ابيع لك جهاز ب 25000 جنيه، ممكن ابيعه لك بال 40000 ويبيع وانت ما تعرفش تبيع، مش بالاعلانات. واصل
سميحه قدح طلعت مسكت الموبايل واتصورت. ما بقاش زمان يا اسطى، ده كان زمان اللي كان بيحب ممثل او ممثله يروح يجيب الموبايل بتاعها والتيشيرت بتاعها والكلام ده. دلوقتي ما فيش فيه الكلام ده خلاص. الناس كلها بقى عندها حساسيه من المشاهير. الموبايل ده تهريج، فخليك في الريلمي 15 البرو بقى. 200 ميجا بكسل اماميه، معالج دايمنسيتي 7300 اللي هو اصلا موجود في العادي. طب ما تروح تجيب العادي. وكاميرا 50 ميجا بكسل بيصوروا 4K. طب ما تروح تجيب الريلمي 15 عادي، او البرو بسعر، او الرينو 14 بسعر، والبرو ماكس دوت اللي ولا البرو بلس اللي نازل لك ب 40000 جنيه خرده وبواقي تصدير ب 40000. تمن 8 جرام ذهب النهارده. لو انا حسبتها صح 8 جرام ذهب. طب تروح تجيب 8 جرام ذهب ولا تروح تجيب موبايل؟ تروح تجيب تكييف 5 حصان، 5 حصان يتلج لك الشقه، ولا تجيب الموبايل ده؟ عرفت ان انا لما قلت لك من 3 سنين ساعه ما كانش في حرب والرينو 14 اف ولا 13 اف، ال 13 اف كان نازل بيلو جي 100 ب 16000 جنيه، وانا الوحيد اللي كنت بتكلم وكنت بزعق. كنت بتقول لي انت بتهري وانت حصل. قلت لك لو سكت هتاخد الهيلو جي 100 ده ب 20000 جنيه. النهارده فعلا نزل الهيلو جي 100 اللي هو الدايمنس 6400 بكام؟ ب 20000. سكت تاني هتاخده تاني. تيجي تسالني اقول لك وقف شراء موبايل سنه. هتضغط عليهم هيدفعوا مرتبات لمده سنه، الاسعار هتنزل، بس وقف شراء. مش تروح تشتري وده يشتري يقول لك ايه يعني قسط. طب ما انا هدفع قسط النهارده وادفع اليوم القيامه. هاخد تصوير يا اسطى. ده الكاميرا النهارده عامله 30000 جنيه. كاميرا. تروح تجيب كاميرا ولا تجيب موبايل؟ ده الموبايلات بقى سعرها اوفر. صح ولا غلط؟ انا مش هشارك في المسرحيه دي في اللعبه دي، وبقول لك الاجهزه دي 0 من 10. فمن فنان بحبك في الله. لايكك وفولو. صلى على النبي ومع السلامه.